حابب في الاول اشكركم على دعمكم وتعليقاتكم الجميله الفتره اللي فاتت، والشكر موصول لكل حبايبنا في الوطن العربي. ما تنساش تقول لنا انت منين تحت في الكومنتات. وده هيكون الجزء الثالث من مسلسل الابطال، واللي بيتكلم عن المعلم يوان، واللي في الحلقه اللي فاتت قدر اللورد ينج انه يهزمه ويقطع معظم جسمه، لان المعلم قبلها كان في قتال عنيف مع القائد الياباني والالماني اللي ضيع مجهوده عليهم. وبعد ما تتفرج على الجزء ده هتلاقي باقي الاجزاء في الوصف وموجود في القناه. يلا بينا. بعد ما رجاله المقاومه قدرت انها تنقذ المعلم في اخر لحظه، بيفوق المعلم بعد ما بدا يخف من الجروح الكتير اللي في جسمه، وبيطلب انه يقابل اللورد نونج. ولما بيوصل اللورد، المعلم بيشكره لانه استلم جثه ابوه واخوه وباقي العيله بتاعته ودفنهم. وبيطلب اللورد نونج من المعلم انهم يتعاهدوا على الاخوه وان روحهم تكون واحده. وبيروح المعلم القبر بتاعهم وبيكون مش قادر يتحكم في نفسه وعاوز ينتقم باي طريقه، بس نونج بيقول له ان السبب في كل ده هو حكومه تشينج الفاسده اللي بتخدم الاجانب وبتدمر الشعب. بس المعلم بيكون شايف ان عدوه الحقيقي هو الخنزير ينج اللي خلص على كل عيلته كلها. وبعدها بيروحوا كل واحد من طريق، ولان المعلم مطلوب من الحكومه بيكون الحل الوحيد انه ياخد عيلته ويعيش في الجبال. وبياخد فا ابن اخت اللورد نونج وباقي عيلته وتلاميذه وبيمشوا. وبعد فتره بيطلب من وا انها تسيبه وتمشي لانها مش حمل البهدله دي، بس هي بتقول له انا مراتك ومش هسيبك لان دلوقتي اعتبر من عيله هيو. ولما بتلاقي المعلم مصمم يرجعها بيت اهلها، بترمي نفسها في النهر بنت المجنونه، والمعلم بينط وراها وبينقذها وبيغير لها هدومها، وبيعرف انها شجاعه وتقدر تعيش معاه. وبيكون بعدها بيتدرب مع تلاميذه في عز التلج وحاجه في منتهى العذاب. واللي بيحصل بعد كده ان الاكل بيقل معاهم وبتكون الحياه صعبه جدا. وبتكون ليه زوجة اخو المعلم دايما بتشتكي من قله الاكل، وبيكون غاوي تلميذ المعلم مش طايقها بسبب انها على طول بتشتكي. لكن فا مش بيعجبه كلامه على زوجة اخو المعلم، خصوصا انها ست كبيره. فبيدخل الاتنين قتال ضد بعض بسبب الموضوع ده، بس شينج بيتدخل وبيضربهم وبيبعدهم عن بعض وبيهزقهم هما الاتنين. فبيقوم الاتنين متجمعين عليه وهاتك يا ضرب فيه ومش بيرحموه من الضرب. بس المعلم بيوصل وبيشوف كل ده وبيعاقبهم هما الاتنين، وبيروح شينج ياكل مع المعلم. وكالعاده بيكون الاكل قليل لدرجه ان المعلم بيعمل نفسه صايم بقاله كام يوم، وبتقعد ليه كالعاده بتشتكي من قله الاكل وان العيشه هنا هتموتهم من الجوع. وبعدها على طول بتروح زوجة المعلم لفا وغاو وبتديهم الذهب بتاعها علشان يبيعوه ويجيبوا اكل. في البدايه بيخافوا يعملوا كده لان المعلم لو عرف هيضربهم، بس هو بتقنعهم بان ده الحل الوحيد، وفعلا بياخدوا الذهب وبيروحوا يبيعوه. وبعدها بيوصل فا وغاو ومعاهم عربيه كلها اكل، وبيكون المعلم مستغرب هما جابوا فلوس منين. وبيروح غاو لوا زوجة المعلم وبيديها الذهب بتاعها وبيقول لها انهم اشتروا الاكل بثمن الساعه بتاعت فا. فبتتعصب عليهم وبتقول لهم ان ده غلط، ومش بيكون قدام فا حل غير انه ياخد منها الذهب قصاد الاكل. وبعدها على طول بيكون الكل بيقدم احترامه لام المعلم بمناسبه السنه الجديده. ولسه يروحوا يتغدوا بيلاقوا ليو تلميذ المعلم داخل عليهم بذئب ميت علشان يتعشوا بيه، وبيقدم التحيه. وبما ان ليو من رجاله الحكومه وبيكون معاه كل اخبار البلد، بيقول للمعلم انه تم العفو عنه من الامبراطور، بس رغم كده مدينتهم لسه تحت حكم الاجانب وبيتهم مقفول، وهيكون من الصعب انهم يرجعوا يعيشوا تحت حكم الاجانب. ورغم كل ده بتكون ليه مصممه ترجع بيتهم القديم لانها مش قادره تعيش في الفقر اللي هنا. وبتحاول فا تقول لها ان العيشه تحت الاجانب مش حلوه وهيعذبونا، لكنها بتكون مصممه. وقتها بتقرر الام انهم هيفضلوا هنا الفتره دي ويستحملوا الجوع احسن من اهانه الاجانب. وفي اليوم بتكون الدنيا بتمطر وكل اللي في البيت جعانين، وبتكون وا مش عارفه تعمل ايه، بس فا بيقول لها انه باع الدهب علشان يجيب اكل، وغاو بيجيب وجاي في الطريق. وبعدها وهم بيتعشوا بتكون ليه لسه بتشتكي من قله الاكل. وقتها ام المعلم بتقول لها ان المعلم رغم انه بطل وسط الرجاله بس بقاله 4 ايام ما اكلش وممكن يموت من الجوع. وبعدها بيدي المعلم لليو ميداليه غاليه جدا كان ابوه اداها له وبيطلب منه يروح يبيعها، فبياخدها غاو وهو زعلان وبيروح يبيعها. وتاني يوم المعلم بيدي التلاميذ كتب هيو القبضه الخادعه وبيقول لهم انهم لسه شباب ومن الاحسن انهم يسيبوه ويمشوا ويتعلموا من الكتب دي ويعيشوا حياتهم بدل الجوع اللي هنا، بس مش بيكون قدامهم حل تاني. فبيشكروا المعلم وبيمشوا من المكان. وبعد ما التلاميذ بيمشوا مش بيفضل غير تشاو الصغير اللي بيكون بيعيط لانهم مشيوا. بتكون ليه زوجة اخو المعلم لسه بتشتكي من الاكل، فبيقوم المعلم وبيجهز الاكل لبكره رز، وبيقول لاولاد اخوه ان ليو راح المدينه وهيجيب بكره لحمه. وتاني يوم بيتاخر ليو وبيكون الاكل اتحط ومفيش لحمه، وليه عماله بتشتكي ان ما نفذش وعده. بيفضل المعلم بره بيستنى ليو اللي المفروض هيجيب لحمه وجاي، وبتكون ليه مخنوقه وبتحط الرز لاولادها وبتقول على المعلم كذاب وانهم المفروض يرجعوا بيتهم حتى لو تحت حكم الاجانب. وفجاه بتظهر وا وهي معاها الفرخه الوحيده وبتقول انها تعملها ياكلوها دلوقتي. وقتها ام المعلم بتقول لها كده غلط، انت هتولدوا قريب وكنت محتاجه الفرخه دي اكتر مننا. لكن هي بتروح تذبح الفرخه وبتخرج تنده للمعلم ياكل. ولما المعلم بيدخل وبيعمل نفسه صايم كالعاده، بس امه بتقول له لو ما اكلتش مش هاكل انا كمان. ولما بيكون المعلم بياكل بيعيط لانه مش قادر يوفر اكل لعيلته ومش بيقدر يمسك نفسه. ورغم انهم مش لاقيين الاكل بتروح وا لام المعلم وبتقول لها ان عيد ميلاد ليه النهارده وانها
عاشت ايام وحشه وعاوزين نحتفل. ولما ليه بتشوف اهتمامهم بعيد ميلادها وخصوصا بتحضنها وبتقعد تعيط. وتاني يوم بيكون المعلم خارج من البيت وبيلمح غاو مرمي على الارض ومصاب، فبيجري عليه وبيدخله جوه وبيفهم منه ايه اللي حصل. وغاو بيقول للمعلم انهم لما سابوه فكروا يشتغلوا في المدينه ويجمعوا فلوس يساعدوه بيها. وهم في المدينه شافوا مسابقه في حلبه على شغلانه حارس، ولما كان المقاتل واقف على الحلبه وبيقول انه عاوز منافس، وقتها بيدخل الحلبه وبيدخل قتال ضده وبيقدر انه يتفادى ضربه وبيهزمه بسهوله. ولما بيمد ايده علشان يقوم المقاتل ده بيطلع في صوابعه سلاحه وبيعور وقتها بيقوم تشينج وبيضرب المقاتل ده وبيرميه بره الحلبه، وبيدخل عليه 2 مقاتلين معاهم اسلحه، فبيدخل ضدهم قتال وبيكون معاه الرمح، وبيقدر انه يتفادى كل ضربهم بالاسلحه وبيضربهم برجله وبيسيطر على القتال، وبيقدر انه يهزمهم في النهايه بكل سهوله. وبكده بيدخلوا مع صاحب شركه الحراسه وبيتفق معاهم على السعر. ولما بيرفضوا انهم يشتغلوا لمده طويله، صاحب الشركه بيقول لهم انهم هياخدوا 200 قطعه نقديه، فبيوافقوا وبيمشوا بالبضاعه علشان يوصلوها. لكن وهم في الطريق بيهجم عليهم مجموعه مقنعين وبيهجموا عليهم وبيقدروا يهزموهم وبياخدوا منهم البضاعه وبيهربوا بيها. وبيقول غاو للمعلم انهم مضوا على عقد انهم لو وصلوا البضاعه هياخدوا 200 قطعه، اما لو اتسرقت منهم فمكتوب في العقد انهم هيكون عقابهم الموت. وعلشان كده فاو وشينج راحوا لصاحب الشركه علشان يعتذروا له، لكن صاحب الشركه قال لهم انه خسر بضاعه غاليه جدا ومستحيل يقدروا يدفعوا ثمنها. وفي الوقت ده بيكون غاو قال للمعلم على كل ده وبيكون ليه معاهم، وبيقرروا يروحوا الشركه علشان ينقذوا التلاميذ ويسيبوا تشاو الصغير علشان يحمي العيله. ولما المعلم بيوصل بيلاقي شينج هيخلص على نفسه بالسيف، بس المعلم بيوصل في اخر لحظه وبينقذه وبيعتذر لصاحب الشركه. بس صاحب الشركه بيقول للمعلم انهم مضوا على مذكره الموت والبضاعه دي قيمتها كبيره، فالمعلم بيعرض عليه يرجع البضاعه ليه تاني. وقتها ليو بيقول لصاحب الشركه انه لما عرف الموضوع ده راقب الحراميه وعرف انهم ال5 ذئاب الجبل اللي كانوا شغالين معاه قبل كده، وانه سمعهم بيتكلموا عنه، وبنفهم ان ال5 دول خنازير وبيسرقوا البضاعه وبيخطفوا الناس وبيطلبوا فلوس. وقتها صاحب الشركه بيقول لهم انهم فعلا بيعملوا مشاكل كتير وان كان نفسه يتخلص منهم، والمعلم بيقول له يديهم وقت وهو هيقبض عليهم ويرجع البضاعه. بس صاحب الشركه بيستصغر المعلم وبيفكر انه ضعيف، فالمعلم بيخرج بره وبيوريه مدى قوته. وقتها الكل بيندهش من مهارات المعلم الاسطوريه دي. والمعلم بيقول لتلاميذه رغم انكم فزتم على العصابه دي في الحلبه بس ما قدرتوش تهزموهم وهم بيسرقوا البضاعه، لانهم كانوا على الاحصنه وكان لازم يوقعوهم من على الاحصنه الاول، وبيديهم الاسلحه المناسبه وبيروحوا وبيعملوا نفسهم ان معاهم بضاعه. وفعلا بتهجم العصابه عليهم تاني وبيطلب المعلم منهم انهم ينتشروا، وبيبدا التلاميذ يهجموا على الاحصنه علشان يوقعوا العصابه، وفعلا بينجحوا في كده وبيمسكوا ال5 دول وهاتك يضرب وتكسير فيهم، وكل واحد من التلاميذ ماسك واحد وهاتك يضرب فيه، وبيقدروا انهم يقلعوهم الاقنعه وهم في القتال. بس بيكون غاو متعصب وماسك واحد من العصابه وهاتك يتقطع في جسمه، وكان خلاص هيخلص عليه بس المعلم وقفه في اخر لحظه وخدوا اعضاء العصابه وقدروا انهم يرجعوا البضاعه تاني لصاحب الشركه، واللي كان طاير من الفرحه لانهم خلصوه من الحراميه دول، وكان عاوز يعرف اسم المعلم. بس المعلم مرضاش يقول اسمه علشان الخبر ما ينتشرش في المدينه وينجي يعرف مكانه ويطارده تاني. وحاول صاحب الشركه يعرض على المعلم انه يشتغل معاه اكتر من مره لدرجه انه عرض على المعلم 50% من الارباح، بس المعلم كان بيرفض كل العروض دي لانه عاوز يكون مع اسرته وبعيد عن المشاكل. وقرر المعلم انه يمشي من المكان بعد ما انقذ تلاميذه. بس فجاه بيوصل حاكم المدينه وبيشكر صاحب الشركه لانه قدر يخلص البلد من شرهم، وبيقول ان حاول كذا مره يبعت قواته علشان تقبض عليهم لكنه كان بيفشل. فبيقوم صاحب الشركه وبيقول لحاكم المدينه ان البطل اللي عمل كده هو المعلم ده. ولما الحاكم بيسال عن اسم المعلم بيقوم ليو يرد عليه هو وبيقول ان اسم المعلم هو ليو وانه مش هيكون معروف لانه خبير فنون قتاليه. وقتها كل التلاميذ بتبص ليو وهي مش مصدقه اللي قاله، لكن ليو عمل كده علشان المعلم ما يدخلش في مشاكل، وبيشكروا الحاكم على اللي عمله ده، وبيطلب الحاكم من المعلم انه لازم يجي يتعشى معاه كمكافاه على اللي عمله. ولما بيروحوا ولسه التلاميذ هيبداوا اكل، المعلم بيقول انه لازم يمشي دلوقتي وبيشكر الحاكم على ضيافته. بس الحاكم بيقول للجنود يجهزوا وليمه تانية وبيقول انه هيروح مع المعلم بيته يوصله. ولما بيوصل بيت المعلم وام المعلم بتشكره على الاكل، وبيكون الحاكم خارج من البيت بيسال ابن اخو المعلم اسمك ايه. وقتها بيعرف الحاكم ان المعلم هو البطل يوان هيو. ولما بيخرج بره بيتكلم مع المعلم بيقول له انه فاهم ليه استخدم اسم تلميذه وانه كان حذر شويه لان معاه ستات واطفال. وبيطلع الحاكم شو بيكره ينج لانه قذر وبيعرض على المعلم انه يناديه باخي. وقتها بيدخل المعلم وبيقدم احترامه لامه وبيقول لها انه هيمشي من البيت لمده شهر. وبنفهم ان المعلم اتفق مع شو انه يوصل البضاعه الرسميه مقابل فلوس كويسه، وهيفضل يستخدم اسم ليو عادي علشان ما يتعرفش ويحافظ على اسرته. وفعلا بيتحركوا مع البضاعه الرسميه وبيكونوا معاهم عمال بيشدوا البضاعه، وهما في الطريق بيكونوا حذرين لانهم ممكن يتعرضوا للهجوم في اي لحظه. وبيعدوا الجبال الخطيره وبيكون ليهم مطمن شويه لانهم عدوا الاماكن الخطيره، وبنلاحظ ان في حد بيراقبهم من بعيد بس مش بياخدوا بالهم منه. وبتمر الايام وهم في الطريق وبيبدا الجوع والتعب يظهر عليهم،
وبيلاقوا في طريقهم محل بيع الشعريه وبتكون الريحه تجنن. فبيقرر المعلم بعد ما ليو قاعد يزن عليه كتير انه يعزمهم على الاكل، وبيبدا العمال في الاكل واحد ورا التاني، وبيفضل المعلم وتلاميذه للنهايه، وبيكونوا اتاكدوا ان الاكل زي الفل وما فيهوش مشاكل. واول ما المعلم والتلاميذ بيخلصوا اكل ولسه هيو رايح يحاسب، دماغه بتلزق في الترابيزه، وبيطلع ان العجوز ده حط لهم بالذات مخدر وضحك عليهم. واول ما المعلم بيفوق بيلاقي نفسه مع التلاميذ في مكان كله مجرمين، وبيرموا ميه على التلاميذ علشان يفوقوا. وبيوصل زعيمهم اللي اسمه لانج وبيقول لهم انهم حراميه وقطاع طرق، وان مفيش قدامهم غير حلين مالهمش تالت. الاول انهم ينضموا ليهم وهيعيشوا عيشه فل واحلى مال حرام واكل من سرقه الناس، او الحل التاني انهم يرفضوا، وهيكون لازم كل واحد منهم يخرج من هنا ناقص ايد او رجل، وده علشان ما يرجعش ينتقم منهم تاني. وبيكون المعلم سامع الكلام ده وبيغمض وبيركز هيعمل ايه، والتلاميذ بيزعقوا على العجوز وبيقولوا عليه خنزير وخاين. فبيروح العجوز بالسيف بتاعه علشان يقطع ايد المعلم، لانه عارف ان هو المعلم بتاعهم، ولسه هيقطع ايد المعلم بيقوم ينط يقطع الحبل اللي هو مربوط بيه، وبيروح يقطع الحبل اللي على ايده. وبيلاحظ لانج الزعيم بتاعهم ان المعلم مقاتل ماهر ومحترف، وبيقرر انه يدخل ضده في قتال. بس فجأة بيدخل مقاتل من بره وبيقول انه هيخلص على المعلم، وبيهجم على المعلم بشراسة وبقوة ومعاه سلاحه. بس المعلم بيقدر يتفادى ضرباته بكل سهولة وبيصد هجماته من غير ما يهجم عليهم. وفجأة المعلم بيعتذر للمقاتل ده، وخصوصا اول ما لمس ايده، وده لان المعلم عرف انها بنت مش راجل، علشان كده اعتذر. وبتطلع اخت الزعيم، ولانها حست بالاهانة صممت انها تقاتل المعلم. بس المعلم قرر انه هيقتلها وهو مغمى عينيه علشان ما يكونش بيقاتل بنت وهو شايفها. فبتقوم هي كمان ترمي سلاحها وبتقاتل بايدها علشان ما يكونش القتال عادي. والغريبه ان المعلم بيقدر انه يتفادى كل ضرباتها بسهوله، لا وكمان ده كان بيقدر انه يعرف ضرباتها قبل ما تبدا بيها. وبيقدر المعلم انه يسيطر على القتال وهو مش شايف، لدرجه انه بيقدر يهزمها من غير ما يهجم عليها او يضربها. وقتها لانج اخوها بيتجنن وبيخش علشان يقاتل المعلم، بس المعلم بيطلب منه انه يسيب تلاميذه والبضاعه وهو ما عندوش مشكله يكون تحت رحمته. بس لانج بيقول للمعلم لو عاوز تخرج انت وتلاميذك عايشين لازم تهزمني، وبيطلب من المعلم يختار سلاح علشان يقاتله. فبيروح المعلم يطلب من عيل ابكم السيف المكسور اللي في ايده، ودي تعتبر اهانه لانج، بس هو بيقول للمعلم انت كده بتكتب نهايتك بايدك. وبيهجم على المعلم بقوه وبشراسه ومش بيرحمه من ضربات سلاحه القوي ده. بس المعلم بيصد كل ضرباته ببراعه شديده وبدون اي مجهود كبير، ورغم ان المعلم معاه سيف مكسور بتظهر مهاراته العاليه قدام لانج. وفجاه المعلم هو متفوق في نص القتال بيرمي سلاحه على الارض وبيقول للانج انت هزمتني، يا ريت تسيبنا نمشي بقى. وقتها لانج بيتجنن لان المعلم اهانه في القتال وكمان ادعى الهزيمه. فبيقوم ليه يقول للمعلم انا قلت لك تخلي سلاح المقاتل وانج معاك. وقتها كل العصابه بتتجنن وبيقولوا انتوا ازاي سرقتوا سلاح العظيم وونج. ولما ليو بيقول لهم الحقيقه وان ده يكون المعلم يوان هيو اللي حارب الاجانب وقدر يرجع جثه المقاتل وونج من بين ضرب النار، كل العصابه وقتها بتنحني ليه احتراما للمعلم يوان، لانه بطل حقيقي واسطوره كل الناس بتتكلم عليها. وبكده بتنتهي الحلقه السادسه والسابعه والثامنه من مسلسل الابطال. ما تنساش اللايك الجميل يا جميل والشير اللذيذ يا لذيذ يا رايق، وهو هتسيبنا من غير ما تقول لنا رايك في التعليقات. سلام.